واش عارف كيفاش كان الخبز كيوصل للفران زمان؟ حكاية فيها تعاون وضحك وذكريات عمرها ما تنسى. في زمان السبعينات ما كانوش الأفران في كل دار، ولكن كانت القلوب عامرة بالدفء والتعاون. في الزنقة كانت ريحة الخبز كتسبق الناس، والنساء كيعجنوا في الديور وكيحضروا الخبز، الفطائر وحتى الحلويات التقليدية. ومن بعد كيجي دور شباب الحومة وكيحملوا الوصالي واللاطات اللي هما الصواني ويمشيو للفران وهما كاسرين الدنيا بالضحك. كان ضحكهم زوين، فيه مرح وعفوية، ويخلي اللي حداهم حتى هو يضحك بزز منه. وعندهم قبول من عند الله، وملي كيوصلوا للفران المزاح مع مول الفران ما كيحبش، وحتى هو تيلقاو قشابته واسعة. في الحقيقة المرح ديال الناس زمان كان خفيف وظريف. الناس كانت خالقة جو غير بيناتها، بالإضافة إلى التعاون والتكافل، وشي كيساعد شي. وشباب الحومة يخدموا الكبار بلا مقابل، غير بنية طيبة وقلب كبير. وملي كيقرب العيد كتكثر الحركة والصواني كتمشي وكتجي، والشباب واقفين حتى طيب الحلويات، كيضحكوا وكيتعاونوا وكأن الحومة كلها عائلة وحدة. كانت أيام بسيطة ولكن عامرة بالمحبة والتكافل، عادات ما كتنساش وذكريات باقية في القلب. واش مازال شي حد كيتفكر طريق الفران؟